السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احسن الاحوال. في هذا الفيديو هذا جيت نشارك معكم هاد دونوت اللي كيجيو خفافين في العجينه ديالهم، والصراحه دغيا كيوجدوا، لان دابا الحراره دغيا ما كيخمروا، والمكونات ما فيهمش شي مكونات كثيره. بقاو معايا في المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. فنبداو دابا بالمقادير. اول حاجه عندنا الحليب الدافئ، دفيته واحد شويه، وعندي 2 ملاعق السكر سنيده، وجوج بيضات، و500 غرام الدقيق، وعندي واحد الملعقه كبيره د الخميره د الخبز، عندي واحد الملعقه د الفاني، وقبيصه د الملح، وملعقه كبيره د الزبده تكون بحراره المطبخ. غنعمل نكب ديك الحليب اللي عندي دافي، غادي نكبو في البول، وغادي نضيف عليه ديك 2 ملاعق السكر، كنضيف عليهم ملعقه كبيره د الخميره د الخبز، ودابا غادي نحركهم شويه. وغادي نضيف عليهم واحد 2 ملاعق الدقيق. وبالنسبه للدقيق ضروري ما تغربلوه، باش ما ضروري يكون مغربل باش ما كيتكورناش، ما كتجيش العجينه فيها الكواور د الطحين. صافي غادي نضيف هاد 2 ملاعق الدقيق وغنحرك مزيان. ودابا غادي نجيب واحد السلوفان او شي بلاستيك هيدا، وغتغطيو هاد العناصر هادو باش تتفاعل الخميره د الخبز، تتفاعل مع ديك الحليب دافي. عاد نضيفو المكونات اخرين. بالنسبه لهاد المكونات اللي خليتهم كيتفاعلوا مع ديك الخميره، عملت لهم تقريبا 10 دقائق ورجعت كنجبرهم. صافي تفاعلت الخميره، حيت دابا الحراره شويه دغيا ما كتتفاعل الخميره. صافي دابا غادي نبدا نضيف المكونات اللي عندنا. اول حاجه غادي نضيفها هي البيضات اللي عندي، ومن الاحسن دابا بما ان يعني كاينه الحراره بزاف، البيضات ردوا بالكم بعض منهم كيكونوا كيفسدوا. وهادو كانوا لي يعني بدرجه حراره المطبخ، ما بغيتش نعملهم مباشره على ديك المكونات اخرين. فقست كل وحده عملتها في واحد الزليفه، تاكدت منها واش مزيانه، عاد كنكبها مع المكونات اخرين باش ما يتفسدش. الا كانت شي بيضه مفسوده ما تفسدناش ديك الخليط كامل. صافي دابا غادي نضيف ديك البيضات، غادي نضيف عليهم ديك الملعقه د الزبده اللي عندي، وديك القبصه د الملح، وديك الملعقه د الفاني اللي عندي، او اذا كان عندكم الفاني سائل اعملوا الفاني سائل. صافي غادي نحرك ديك المكونات مزيان مع بعضهم. ودابا غنبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق هي دات لي هاد 500 غرام، ولكن نتوما من الاحسن تدخلوا الدقيق شويه بشويه، بالك يكون الطحين كيشرب وتقصح لكم بزاف. صافي غادي نخلط هاد العجينه مزيان، وغنحاول ندلكها واحد شويه. وصافي جمعتها انا هنايا. ودابا غادي نرجعها في البول، غنعمل شويه د الطحين في وسطو باش ما تلصقليش. كما كتشوفوا العجينه كيفاش نيه، يعني ماشي قصحه،
ما كتجيش قاصحه وما كتجيش خفيفه بزاف، كنتحكموا فيها ولكن في نفس الوقت ماشي قاصحه. صافي دابا غادي نعملها في ديك البول وغادي نغطيها بواحد السلوفان وغنخليها ترتاح تقريبا نصف ساعه او لا اكثر على حسب الحراره اللي كاينه. ولكن نتوما حين غتشوفوها تضاعف الحجم ديالها صافي غتكون خمره طبعا. صافي ها هي العجينه ديالي من بعد ما خمرت، انا خرجت من ديك الهواء اللي فيها وصافي. دابا غادي نجمع العجينه وغادي نخرجها باش غادي نطلقها. صراحه هاد الدونوت ساهلين بزاف، من اسهل ما يكون، غير تبداوهم غتجبروهم ويتسالاو حيت لان ما كيتعطلوش بزاف، كيتعطلوا غير في ديك التخمير ديالهم. صافي ملي كتكون الشتوه ما كيبغيوش يخمروا دغيا، كيتعطلوا واحد شويه، اما دابا دغيا ما كيوجدوا. صافي انا هنايا العجينه كنطلقها وحاولوا العجينه ما ترققوهاش بزاف، خليوها واحد شويه تكون باقي شويه غليظه، ما تكونش غليظه بزاف وماشي رقيقه مره، يعني خليوها واحد شويه غليظه باش ملي كتخمر كيجيو هذاك الحجم ديالها. انا ملي غنقطعها نوريكم كيفاش خصها تكون السمك ديالها. صافي غادي نستمر بالطليق ديالها هيدا. صافي ها هي من بعد ما طلقتها دابا غادي نجيب واحد الورق الفرن وغادي نوجدو قدامي حتى باش ملي نبدا نقطع ننزل فيه، لان هذا هو احسن حاجه تعملوها مع ملي تكونوا كتعدلوا دونوت. من الاحسن ما تنزلوهمش في شي حاجه اخرى، هادو كيساعدوا، هذا الورق هذا كيساعد على ما يلتصقش وملي كتجي تقليهم كيجيوك ساهلين. صافي قطعتهم انا بهذا الكاس هذا اللي كنكونوا كنعدلوا فيه الفلان، ولكن تقدروا تقطعوهم باي قطعه او لا باي كاس او اي حاجه بغيتوا تقطعوها بها وباي حجم بغيتوا. انا هادو ما جاوليش كبارين وما جاوش صغارين مره، عملتهم متوسطين الحجم ديالهم. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه، ومن بعد ملي غادي نكملهم كاملين غادي نقطع ديك الورق بالمقص على حسب كل دونوطه غنقطع المربع قده. صافي كنبقى ماشيه بانتظام وانا كنقطع حتى كنسالي المربعات كاملين وكنخليهم يخمروا تقريبا. انا بقاو لي تقريبا واحد نص ساعه هيداك اولا زايده شويه، غير على ما وجدت المقله اللي غادي نقلي فيها وعلى ما سخن الزيت واحد شويه كانوا صافي كانوا خامرين ديك الساعه هذيك. صافي انا هنايا كما كتشوفوا كيفاش كتشوفوا تبارك الله طلعوا. دابا غادي نبدا نقليهم. من الاحسن ما يكونش عندكم الزيت سخون بزاف، سخنوها غير شويه، غير دفي واحد شويه باش ما يحرق لكم شي دونوت ديالكم كيف ما تنزلوهم. هيداك غادي يتلهفوا لكم وغادي يتحمروا قبل ما يطيبوا من داخل. صافي انا هنايا كما عملتهم خليتهم واحد شويه بداو يتحمروا، قلبتهم ما تخليهمش يتحمروا بزاف، غير شويه وقلبوهم. صافي وكنبقى نستمر في القليب ديالهم هيدا، وانا كنقلي واللي كتحمر اللي كنزوله وانا ماشيه معاهم حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. صافي هادو هنايا حيت كانت الزيت سخانت شويه تحمروا لي بزاف، احسن ما تخليهمش يتحمروا، هيدا كيجيو مزيونين بلا ما كيتحمروا بزاف. صافي ذوبت هنايا الشوكولا السوداء والشوكولا بيضاء. صافي وخليتهم على بيد من ما بردوا واحد شويه، غير شويه، وبديت نغمسهم هيدا في الشوكولاته. بغيتو نتوما تغمسوهم مره كيجيو حتى هيدا كيجيو مزيونين. بالنسبه للتزيين هادو زينتهم بالشوكولا بيضاء حكيته، اولا تقدروا يعني غير تبشروا شويه ديك الشوكولات ملي كيكون مكمول كيجي لكم بهذا الشكل هذا. بغيتو كتشريوه. وبالنسبه يعني التزيين على حسب الموجود في الدار وعلى حسب المتوفر. صافي انا هنايا زينت هادو بهاد الخطوط هادو هيدا،
غمستهم في الشوكولا سوداء ومن بعد زينتهم بالشوكولا بيضاء. صافي غادي نستمر بالتزيين ديالهم هادو اللي كحل، ومن بعد غادي نزين اخرين اللي بالشوكولاط ابيض. ولكن الصراحه كيجيو من داخل خفافين ومنفوشين. صافي دابا غادي نستمر بالتزيين ديالهم هيدا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي كيفاش جاو. ها هما كيفاش جا الشكل ديالهم النهائي. حتى هاد البويض عاود زينتهم شويه بالشوكولا سوداء، واللي بعد منهم عملت لهم ديك الحبيبات اللي ملونين. وبالنسبه للعدد اللي خرجوا لي انا، المجموع كامل خرج لي 26 حبه. الا صغرتهم على هيدا غادي يخرجوا لكم اكثر، واذا زدتوا كبرتوا يدكم فيهم غادي يخرج لكم اقل شويه. صافي وبهيدا غادي نكون وصلت معكم الى نهايه الفيديو. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، وتجربوهم ان شاء الله يا ربي ويعجبوكم. انا متاكده غادي يعجبوكم لان كيجيو من الداخل كيجيو منفوشين. انا غادي نفتح معكم واحده هنايا باش تشوفوا وسطها كيفاش كيجي. وخليتكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.